السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، تحييكم من هذه المنبرة. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الخطاب ديال الرئيس الفرنسي ماكرون داخل قبة البرلمان، اللي عطى فيه واحد الدلالات كثيرة ومهمة خاصنا نفهموها. شكرا السيد الرئيس. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, السيد رئيس مجلس النواب، Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, السيد رئيس مجلس Monsieur le المستشارين، chef du gouvernement, السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة، Mesdames et Messieurs les السيدات ministres, والسادة البرلمانيون، Mesdames, السيدات Messieurs والسادة les الوزراء، ambassadeurs, السيدات والسادة السفراء، الأصدقاء الأعزاء. à l'heure de m'exprimer devant في هذا vous, الوقت الذي أتوجه فيه إليكم أدرك a venu s'inscrit dans une histoire séculaire qui مدى a tissé هذا entre nos deux التاريخ nations الذي تم une véritable النسج communauté de destin, فيه مصيرا un dialogue مشتركا، qui remonte à la nuit حوار يعود إلى عصور impossible de citer قديمة. toutes les ambassades لا envoyées de أستطيع part et d'autre de هنا la أن أتذكر Méditerranée كل السفراء depuis la الذين جالوا Renaissance, ضفتي المغرب منذ عصر les النهضة، récits d'exploration, les romances الاتفاقيات، entrecroisées, الروايات comme ce corsaire de Salé, Abdallah Ben على Aïcha, qui fut envoyé à غرار Versailles pour demander la main de la fille du roi القبطان، Soleil. ذلك البحار المهم، وإدريس العمراوي الذي قدم للسلطان محمد الرابع نبأ الانتصار. وكان هناك أيضا السفراء بشأن التجارة وأمن البحر، ولكن كان هناك أيضا الفنانون، حيث الذين كانوا يتوجهون إلى المغرب بنظرة قوية: دولاكخوا، ماتيس، ماجوريل، وكل الفنانين والرسامين الرحالة الذين نظروا إلى المغرب باحترام وإعجاب. نعم، نحن ننتمي إلى هؤلاء، وهم الذين ينيرون ذاكرتنا المشتركة. نعم، إن كانت هناك بعض التعاملات غير المتساوية، وعصر أيضا الانتدابات، والمغرب لم ينأى عن تلك أعمال العنف للفترة الاستعمارية. وبعد ذلك كانت هناك اتفاقات واتفاقية فاس، وتم التأكيد على وجهة النظر. وكان آنذاك أيضا هناك رجال يسعون إلى احترام وأيضا حب هذه الإمبراطورية القديمة والعريقة. من بين هؤلاء لوي ماسينيون، جان بيرك، وإلى حد ما هوبير ليوتي. ولكن مع ذلك الجمهورية كانت عمياء بشأن ما كان يحدث لدى الشباب المغاربي والذي سيمثله لاحقا محمد الخامس. وبعد ذلك هؤلاء الرواد الذين شكلوا لجنة فرنسا المغرب مع فرانسوا مورياك وفرانسوا ميتيران، وقاموا بدعم مع أميدي لوفيرف من أجل بناء كنيسة مدلين من أجل تحرير المغاربة. هذا هو التاريخ. التاريخ يستذكر أيضا شجاعة ماروك بريس أنطوان مازيل في عام 1954 من أجل إعادة السلطان الذي تم نفيه إلى مدغشقر، وكل هؤلاء الأحرار الذين سيمهدون الطريق نحو المستقبل. نعم، هؤلاء الأحرار مع جاك بيرك في إطار الوجدان الفرنسي في مركز جان فيدرين الذين سيقوم بوضع الأسس الأولى في هذا المجال. نعم، احتاج الأمر إلى مسؤولين أساسيين مع السلطان محمد الخامس قبل أن نعود إلى المنطق والعقلانية. وأن عام 1955 إعلان سان كلو بدأ عهد جديد. نعم، آنذاك المغرب وفرنسا
أبعد عن شعبهم حرب السنوات العشر في الهند الصينية، وأيضا السنوات الطويلة للحرب الجزائرية، وبالتالي تم التأكيد على هذا التاريخ بين البلدين، وهذا سمح لفرنسا والمغرب تجاوز هذه الجراح التي تعود إلى الفترة الاستعمارية. عندما تعود فرنسا إلى الماضي، إلى هذه العلاقات في السنوات 80 الماضية، تشعر فرنسا بالامتنان لكل هؤلاء الرجال الذين جاءوا من المغرب، الذين جاءوا إلى فرنسا لتحرير فرنسا في منطقة بروفنس في وادي دورون، وحيث أيضا كل قوات فرنسا الحرة التي التزمت. وفي كل مكان كانوا هؤلاء المواطنين بزيهم وبأسمائهم المختلفة دفعوا دماءهم من أجل حريتنا. وكذلك عندما قال جنرال دوغول واعترف بسلطان محمد الخامس كما قلت ذلك في مقبرة سان غافائيل، أريد هنا مجدا أن نعبر لهم عن احترامنا وعن امتناننا. إذن تلك التضحيات وتلك الحروب، ولكن كانت هناك أيضا فترة لقوى الحية من أجل السلام، عشرات الآلاف من المغاربة الذين ساهموا بعد الحرب في بناء فرنسا وفي نشاطها الصناعي. عاصمتنا، مناطقنا، مدننا، مرسيليا، ليون وتولوز، لافغ ومونبلييه، ليل، ميس، غرونوبل ومدن أخرى، كلها شاهد على ذلك، كلها شاهدة على ذلك من خلال هذه الجاليات المغاربية التي تعيش فيها والتي تشارك في حيوية فرنسا في هذا القرن. نعم، الكثير من المنتخبين والرواد الأعمال والرياضيين من خلال أسمائهم وقيم الروحية، كل هؤلاء يمثلون ما قدمه المغرب لفرنسا حتى تصبح فرنسا على حالها اليوم. هنا في المغرب فرنسا بقيت منذ استقلالها الشريك الوفي لهذا المجتمع. أن الجالية الفرنسية الحاضرة هنا بكل تنوعها هي الأكثر عددا في أفريقيا. هناك أكثر من 44 مؤسسة في عدد كبير والآلاف من المغاربة، معظم من المغاربة عفوا. كل المؤسسات الموجودة في هذه البلاد تستضيف كل من يبحثون عن أفق لتعلم اللغة العربية، للذهاب إلى فرنسا للدراسة أو للتواصل مع الفنانين والنقاش. ونعم، وهنا أيضا أريد أن أؤكد أكثر من 5 مليون فرنسي يأتون كسياح إلى هذا البلد. نعم، في كل زمان وفي كل مكان عندما نتحدث عن فرنسا والمغرب علينا أن نرى بأن نحن أليفون، لسنا غرباء عن بعضنا البعض، ليس فقط لأن سنوات الأندلس كانت إسبانيا بلد تبادل مع ثقافتكم في إشبيلية والجنوب، كلها شهود على هذه الأعمال، ونحن نستذكر هنا في مخيلتنا كل ذلك. نعم، نرى كل هذه الأعمال التي هي تمثل هذا الحب الفرنسي المغاربي كانت موجودة في الأندلس، ليست أوروبا وليست مغاربية، هي مزيج في هذا البلد من المال والذهب. وأستذكر هنا مقولة أراغون، حيث هناك الأغاني والأهازيج والمدن، وحيث الرياح تحمل عطر والروائح الطيبة. نعم، فرنسا طلعت دائما بدور مهم كمعبر نحو أفريقيا ملموسة. نعم، وبالنسبة للقراء الفرنسيين، للكتاب من أصول مغربية وفرنسية،
بعضهم حاضر أستطيع التذكير: عبد اللطيف العابي، ليلى سليماني، طاهر بن جلون، والحائز على جوائز فرنسية مرموقة. نعم، هذا هو أثر الأدب، الواقع المغربي المعقد الثري والمتناقض أحيانا هو موضوع كبير. هذا ما قاله طاهر بن جلون، ويعطي أيضا هذه السرية لهذه الحيوية المهمة. وفي هذا الوقت مع جلالة الملك محمد السادس قررنا كتابة كتاب جديد معا. أريد أن أتشاطر معكم يقيني بأن هذه العلاقات ستتعزز. وفي هذا المجال أريد أن أشكر جلالة الملك على كلماته القوية التي عبر عنها في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إزاء فرنسا في هذا المكان. من إحدى أعرق الممالك في العالم، المملكة المغربية تتقدم بثقة. هذه الثقة بنفسها وبمالكها، أن هذه الثقة بالتاريخ وبهذا الشباب الذي يود مواكبة انبثاقها. أنتم أيضا تمثلون شعبا من خلال إرادة الملك يؤكد على التنوع، الحوار، التسامح، لتكون قيما داخل الدستور وداخل المؤسسات. إن إسلام التسامح الذي ينادي به أمير المؤمنين جلالة الملك يمثل تحديا لكل أشكال التطرف. هذا الغنى في المغرب وهذا التنوع في عالم تسود الحروب واللا تسامح. هذه هي القيم التي تتقاسمها فرنسا بقوة والتي تؤكد على النهوض بها في أوروبا كجهة فاعلة على المسرح الدولي، ولكن من خلال بقائه بوتقة للتنوع الثقافي والفني والفكري، وبفضل كل أولئك الذين ساهموا في ذلك. 25 عاما مضت منذ أن اعتلى الملك محمد السادس العرش في إطار أعرق السؤالات في العالم وأحد وجوه التقدم التكنولوجي والصناعي أمامنا. وخلال 25 السنة القادمة هناك كل التحديات وكل الإمكانات من خلال التأكيد على هذه العلاقات، علاقات صداقة. في هذه الذكرى أرى في ذلك فرصة لا بل ضرورة لكتابة هذا الكتاب الجديد من أجل مواجهة هذه التحديات. هذه فرصة وهو واجب استراتيجي أن نقوم بالبناء بين بلدنا، ولكن أيضا بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب والمنطقة المغاربية وأفريقيا، أن نقوم بكتابة مشروع من أجل التأكيد على إمكانية أفق جديد للأمن. وقيل الكثير في هذا المجال في إطار يوروميد أو الاتحاد من أجل المتوسط من بين مبادرات أخرى، وعلينا أن نؤكد هنا بأن الثمار لم يتم الوصول إليها بسبب الاضطرابات في شرق المتوسط وما حدث في ليبيا وفي منطقة الساحل وفي المنطقة المغاربية. وبالتالي فإن هذه الفترة هي حافلة بالمسؤولية وبالأمل الجديد. المغرب وفرنسا من مصيرهما إرساء شراكة استثنائية معززة بين بلدينا، وأن نقترح للأجيال القادمة خلال 25 القادمة هذا الكتاب الجديد ببصيرة. كما شوف الخطاب يعني كان واضح وأوضح، وعطى بزاف ديال الدلالات وبزاف ديال وضح بزاف ديال المسائل التاريخيه وارتباط المغرب بالصحراء. وكنتمنى ان الناس تفهم هذه المساله هذه. ورسالتي المهم رسالتي للاخوان الجزائريين انهم يتراجعوا على الغيظ
السم ديالهم للمغرب. خلى الوقت ديال ان الانسان انه باش يخدم مجموع، وهذه فرصه انكم ما تضيعوهاش. في كلتا الاحوال المغرب رابح. هذه من باب الجوره والاخوه لهذا البلد هذا. المهم تحيه لكم من هذا المنبر، وقبل ما تدخل عباك ما تنساش انك تخلي الناس عباك وتشترك في القناه، وباش يكون ان شاء الله دائما جديد. السلام عليكم.